ميركاتو مولودية الجزائر اليوم يدخل مرحلة مثيرة جدا، والأنظار تتجه نحو صفقة قد تكون من بين أكبر صفقات مولودية الجزائر هذا الموسم. آدم والناس يقترب من العميد، ووصوله المرتقب إلى الجزائر قد يكون الخطوة الأخيرة قبل حسم الصفقة رسميا. فهل نشاهد آدم والناس بقميص مولودية الجزائر؟ وما قصة مبلغ 560 ألف يورو الذي تسبب في تعقيد المفاوضات؟ وهل نجحت إدارة العميد في تجاوز هذه العقبة؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية، لأن التفاصيل الأخيرة في ملف آدم والناس ومولودية الجزائر مثيرة جدا. في جديد ميركاتو مولودية الجزائر اليوم، عاد اسم الدول الجزائري آدم والناس بقوة إلى واجهة الأخبار بعدما شهدت المفاوضات بين اللاعب وإدارة مولودية الجزائر تطور جديد خلال الساعات الماضية. الصفقة التي بدت في وقت سابق معقدة بسبب بعض المطالب المالية عادت الآن إلى مسارها وسط تفاؤل كبير بين جمهور مولودية الجزائر بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي. آدم والناس اللاعب المعروف بإمكانيته الفنية الكبيرة وخبرته في الملاعب الأوروبية يمثل هدفا مهما بالنسبة إلى إدارة مولودية الجزائر التي تبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعب هجومي قادر على صناعة الفارق. لكن قبل الحديث عن إمكانية الإعلان الرسمي، هناك تفاصيل مالية مهمة كانت وراء تعطيل المفاوضات سابقا. فحسب المعطيات المتداولة، توصل آدم والناس وإدارة مولودية الجزائر إلى اتفاق مبدئي بخصوص الراتب الشهري، والذي قدر بحوالي 80 ألف يورو شهريا. لكن المشكلة لم تكن في قيمة الراتب فقط. آدم والناس اشترط الحصول مسبقا على أجور تعادل 7 أشهر، أي مبلغ يصل إلى حوالي 560 ألف يورو. إدارة مولودية الجزائر كانت مطالبة بدراسة هذا الشرط المالي، خاصة أن الصفقة تعتبر كبيرة من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى رغبة النادي في الحفاظ على توازن الميزانية خلال فترة الميركاتو. هذا الطلب أدى إلى فترة من الجمود وجعل جماهير العميد تتساءل: هل انتهت صفقة آدم والناس قبل أن تبدأ؟ في الساعات الماضية شهد ملف انتقال آدم والناس إلى مولودية الجزائر تطورا مهما من أجل إعادة مناقشة الشروط المالية والإدارية. عودة الحوار بين الطرفين تعني أنهما مازال يرغبان في الوصول إلى اتفاق نهائي، وبحسب المصادر المتداولة هناك محاولة لإيجاد صيغة ترضي اللاعب آدم والناس وفي نفس الوقت تناسب سياسة إدارة مولودية الجزائر. آدم والناس منتظرون اليوم في الجزائر، حيث قد تكون هذه الزيارة خطوة مهمة جدا في مسار الصفقة. في حال نجاح مولودية الجزائر في التعاقد مع آدم والناس، فإن الصفقة ستكون بالتأكيد من أبرز صفقات ميركاتو مولودية الجزائر والدوري الجزائري ككل. فاللاعب يمتلك خبرة كبيرة كما قلنا، ولديه مؤهلات هجومية وفنية قد تمنح الإضافة للفريق. جماهير مولودية الجزائر من جهتها تنتظر ما ستسفر عنه الساعات القادمة، لأن غلق الميركاتو اقترب عن نهايته. برأيكم، هل تؤيدون التعاقد مع آدم والناس رغم القيمة المالية الكبيرة للصفقة؟ وهل ترونه فعلا الصفقة الهجومية الكبيرة التي يحتاج إليها مولودية الجزائر هذا الموسم؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد ميركاتو مولودية الجزائر 2026.